سالفة لي ولا تنقدون علي. خلني أعلمكم سالفة حصلت لي تو الأيام اللي طافت. حنا المشاهير إذا جاء معرض العطور أول الأيام يعتبر فرصة عظيمة لنا، فرصة عظيمة أول الأيام بصراحة. ليش؟ الشركات يكون فيها دوس، ففيها شغل عن يكفيك عن شهر، اللي هي أول الأيام، أول يومين، أول 3 أيام، هذا يكون فيها دوس. ففرصة. متى صادفت معرض العطور؟ الخميس شنو؟ أبو فهيد بيروح للبل، فوياي عمر رفيقي، فأسولف أنا وياه رايحين المستشفى نزور الرجال. فقلت حق عمر أنا معرض العطور يوم الخميس وأبو فهيد يبي يبله، فبكلم سعود أخوي يودي الشايب للبل، وأنا هذه فرصة ما أقدر أطوف الأيام هذه فيها فلوس وفيها قال لي عمر يا رجال ودي الشايب، الخير اللي أنت فيه والنعمة ومحبة الناس هذا وفوصلك في أبوك، ود أبوك وأبشرك إن ربي بيعوضك وملحوق عليها الفلوس، الشايب مو ملحوق عليه. قسما بالله كدنا سطرني طراق. شوف ترى أنا ما علمته، قال لي وأنا سكت وهو سكت، وأنا قلت يعني راحت عليه الإعلانات وأبوي بيروح مع أخوي عادي. يا أخي السالفة هذه قعدت تاكل وياي يومها، والله يمكن هي اللي رفعت ضغطي، قعدت تاكل وياي يومها، تدري عنش ما عند الله خير وأبقى للبل. الأكيد ماني أفضلكم، ولكن عندي وسيلة ممكن يوصل فيها صوتي للناس. إن تركت شيء عشان الله ووالدينك يعوضك الله باللي أخير منه. أنا اعتذرت من 5 شركات، وكانت إعلاناتهم المفروض تكون الخميس والجمعة، وهذا موعد روحت أبو فهيد للبل، فتوقعت رفضهم لأن مصلحتهم في هذه الأيام، ولكن الله عاضني بأن كلهم وافقوا وقالوا الأبدأ راحت أبو فهيد وملحوق علينا. الله ثم والدينك وابشر بالخير. قد ما يكون العوض سريع، ولكن تأكد بأن العوض قادم، وعوض يرضيك بإذن الله. والله العظيم جد جزاهم الله خير الشركات اللي مقدرين موقفي. في شركات يرفضون والله العظيم، لكن اغلب الشركات اللي تعامل معاهم فعلا ذربين، يدرون اني بودي ابو فهيد لبله. والله العظيم ان واحد فيهم وانا كلمه قال خلي الشركه تولي، الزم ما عليك ابو فهيد. الله يبيض وجههم، الله يبيض وجههم ويجزاهم خير. واحب الفلوس، في حد ما يحب الدراهم. هذه حركاتك. يلا خلصنا البصمة، كل شيء عندي، انكسر اظفري.